اعتقد دي من احلى الجولات اللي الواحد يستخدم فيها الفري هيت. يا بختك يا بختك يا اللي استخدمت الفري هيت الجوله دي، وكمان تبقى محظوظ لو كمان جبت بوينتس الجوله دي عاليه جدا. طبعا هقول لك كل مره ما تنساش انك تكتب لي طبعا جبت كام في الكومنتس. انا الجوله دي مش هقدر اقول لك انا جبت كام طبعا، وكمان نفس الكلام ينطبق على الليج عشان انا بصور قبل الجوله ما تخلص. بس طبعا ده ما يفيدش ان كود الليج هيطلع قدامك. ما تنساش طبعا تخش الليج، واهم حاجه هقولها لك تاني انك تكتب لي جبت كام في الكومنتس. نخش بقى نتكلم على ماتشات الجوله الجديده. بس قبل الجوله ما تبتدي عايز اقول لك ان الجوله دي هتبتدي يوم الجمعه الساعه 10 بالليل، والديدلاين الساعه 8:30. نخش بقى نتكلم على اول ماتش معانا. هيبقى ماتش حلو الجوله دي ما بين السيتي وولفز. انا حاسس ان الكلين شيت هيبقى صعب يبقى مضمون للفريقين، عشان الفريقين هجومهم فايق جدا اخر كام جوله. بس هرجع واقول لك ان الاقرب انه يطلع بكلين شيت هيكون السيتي. فلو عندك فارديول لعبه. والناحيه الثانيه من وولفز هقول لك على ايت نوري عشان ممكن يساهم يا بجون او باسيست. في خط النص هقول لك من السيتي هقول لك على جوندوجان، وهقول لك كمان على سافي. وطبعا في خط الهجوم ما اقدرش ما اقولش ابن بلدي مرموش. والناحيه الثانيه من وولز المهاجم يا جدعان، انا قايل لكم ايه من ساعه لما رجع من الايقاف؟ كونيا. قايل لكم كونيا هيطلع نار من بقه، ويا بختك ويا حظك يا اللي عملت كابتن كونيا الاسبوع اللي فات. 30 نقطه مبروك عليك. والتاني اللعيب هيكون النرويجي لارسن. تاني ماتش معانا ما بين استون فيلا وفولهام. الكلين شيت صعب يبقى مضمون للفريقين، بس اقول لك على حاجه واحده بس. لو عندك سيسنيون بتاع فولهام لعبه عشان ممكن يعمل اسيست او كمان ممكن يجيب لك جون. نخش بقى على خط النص، نبتدي بصاحبه الارض استون فيلا. اقول لك طبعا على مورجان روجرز اللي ما بيطلعش من التشكيله. وتاني لعيب هيكون ديفرنشال حلو قوي هو تيلمانس. وفي الهجوم هات واتكنز وانت مطمن عشان راشفورد اتصاب والموسم بتاعه انتهى. فواتكنز هيبقى المهاجم الصريح لحد اخر الدوري. ولو عايز تجيب مهاجم من فولهام اقول لك على راؤول خيمينيز المكسيكي، عشان نفس الكلام ضامن مكانه اساسي بعد اصابه مونيز الاخير. نخش على الماتش اللي بعد كده اللي ما بين ايفرتون وايبسويتش. ايبسويتش ولا اكننا سمعنا عنها، وهفضل اقول يا رب ما تضيعش الكلين شيت الماتش ده. فالكلين شيت هيبقى مضمون المفروض بنسبه كبيره جدا لايفرتون. لو عندك بيكفورد لعبه، وكمان لو عايز تجيب حد من خط الدفاع هقول لك روح هات مايكلينكو عشان ممكن يعمل لك حاجه. في خط النص هقول لك على ماكنيل هيبقى خيار ديفرنشال حلو قوي، بس لو بدا الجوله دي عشان بقاله كام ماتش مش بيبتدي اساسي. وتاني لعيب هيكون دوكوري. انا مراهن عليك الجوله دي. وطبعا في الهجوم هيكون المهاجم بتاعهم بيتو، نفس الكلام هيبقى خيار ديفرنشال، وفي نفس الوقت هيبقى ريسك حلو قوي الجوله دي. نخش الماتش اللي بعد كده ما بين واحد عيان وواحد ميت، والفريقين هبطوا ما بين ليستر وساوثهامبتون. ما اعتقدش ان انت عندك حد من الدفاعات، فخلينا نشوف في خط النص ممكن تجيب مين من الفريقين. نبتدي بليستر هقول لك على الخينوس ممكن يعمل حاجه، وفي الهجوم هيكون فاردي. والناحيه الثانيه من ساوثهامبتون هقول لك على فرنانديز، وكمان هقول لك على اوجوتشوكا. انا حاسس ان اوجوتشوكا هو اللي ممكن يتالق الجوله دي لو عايز تراهن وتجيب حد من ساوثهامبتون. نخش على الماتش اللي بعد كده اللي ما بين ارسنال وبورنموث. احساسي الكلين شيت هيبقى مضمون وبنسبه كبيره لارسنال. فلو عندك رايه او سليبه الاثنين اللي احنا ضامنين مكانهم اساسي طبعا عشان الروتيشن بيحصل في الدفاع. وهقول لك كمان على الباك ليفت تيرني اللي ممكن يلعب الماتش ده. في خط النص هقول لك على البلجيكي الاعظم في تاريخ الدوري الانجليزي تروسرد. وهقول لك على كمان نوا نيري، وهقول لك على ميرينو اللي ممكن يلعب الجوله دي. بس طبعا كل الكلام ده احنا ممكن ما يحصلش عشان الروتيشن. وطبعا كلنا عارفين ان ارسنال بتركز على الشامبيونز ليج، خلاص الدوري بالنسبه لها انتهى. الماتش اللي بعد كده اللي ما بين برينتفورد ويونايتد. احساسي برضو ان الكلين شيت هيبقى مضمون لبرينتفورد، بس لو عندك طبعا اللعيب الوحيد من دفاعات برينتفورد هو فليكن لعبه عشان انا لسه زي ما انا قايل ممكن يطلع بالكلين شيت. وطبعا في الهجوم الافارقه اللي احنا بنعشقهم وبيدلعونا كل جوله، الشيخ المفضل الشيخ امبويمو. وتاني اللعيب الافريقي برضو المفضل بالنسبه لي ويسا في الهجوم. والناحيه الثانيه انا هقول لك على لاعبين من يونايتد عشان ارضي ضميري. هقول لك على برونو في خط النص، وهقول لك على هويلاند في الهجوم. الماتش اللي بعد كده اللي ما بين برايتون ونيوكاسل.
انا حاسس الكلين شيت هيبقى مضمون لنيوكاسل. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان نيوكاسل اعتقد اللي هي هتبتدي تركز في اخر كام ماتش من الدوري عشان عايزه تصعد للشامبيونز ليج، فاحساسي ان هي الجوله دي هتطلع بكلين شيت سهل جدا. فطبعا لو عندك تريبي اللي دلع ملاكه الاسبوع اللي فات باحلى 15 نقطه، والتاني اللعيب انا بقى احساسي ان هو هيتالق الجوله دي هو ليفرامينتو. وفي خط النص هقول لك على جوردن اللي لسه راجع من الاصابه، وطبعا خلي بالك من ميرفي او هارفي بارنز، الاثنين اللي في واحد منهم هيريح عشان جوردن يلعب. وانا احساسي ان هارفي بارنز هو اللي هيبتدي يريح الماتشات اللي جايه عشان الماتش اللي فات كان مستواه سيء جدا. وطبعا في الهجوم الاسمراني اللي احنا بنعشقه ايزاك. الماتش اللي بعد كده اللي ما بين ويست هام وتوتنهام، كلين شيت صعب يبقى مضمون للفريقين عشان الفريقين دفاعهم سيء جدا وكمان هجوميا. بس اقول لك برضو اللي اقدر عليه، وعايز تراهن وتجيب حد من دفاعات الفريقين اقول لك من ويست هام اقول لك على وان بيساكا، والناحيه الثانيه اقول لك على بيدرو بورو. في خط النص طبعا من ويست هام الاثنين اللي من المتوقع ان هم يتالقوا الجوله دي قدام دفاعات توتنهام، اذا كان بوين او قدوس ان شاء الله واحد منهم ينفجر الجوله دي. والناحيه الثانيه هقول لك على سولانكي في الهجوم، وهقول لك على جونسون وكوليزيسكي في خط النص. الماتش اللي بعد كده اللي ما بين تشيلسي ابطال الدوري ليفربول، كلين شيت صعب يبقى مضمون للفريقين. بس برضه هقول لك على حاجه، الاقرب انه يطلع بكلين شيت هيكون ليفربول بس بنسبه قليله جدا. ليه؟ عشان تشيلسي هتهاجم بغباء عشان اعتقد ان هي هتبتدي تركز في اخر كام ماتش من الدوري عشان تتصعد الشامبيونز ليج. فنبتدي بخط النص من تشيلسي، هقول لك على مادويكي وهقول لك على بيدرو نيتو اللي من المتوقع ان واحد منهم يتالق الجوله دي. وطبعا في الهجوم جاكسون. الناحيه الثانيه من ليفربول انا خايف من ارن سلوت انه يعمل روتيشن عشان خلاص كسب الدوري، فهقول لك على طبعا صلاح اللي ما بيطلعش من التشكيله، والتاني لعيب هيكون جابكو. وفي الهجوم انا حاسس ان الماتش ده ماتش الداروين نونيز. نخش بقى نتكلم على اخر ماتش في الجوله ما بين كريستال بالاس ونوتنجهام فورست. الكلين شيت صعب يبقى مضمون للفريقين، بس طبعا لو عندك منوز من كريستال بالاس سيبه اسيست او جون ان شاء الله ممكن يعمل حاجه. وفي خط النص اقول لك على ايزي واسماعيل صار اللي تالق في ماتش الكاس الاخير. وطبعا في الهجوم رفاعي الدسوقي ماتيتا. والناحيه الثانيه من نوتنجهام فورست هقول لك على إيلانجا في خط النص، وهقول لك على الخشب اجود انواع الخشب في الهجوم كريس وود. نخش بقى على فقرتي المفضله، فقره الكابتنه، مضمون وريسك. عايز تلعب في المضمون اجري ابن بلدي المو صلاح، والتاني اللعيب هيكون الاسمراني ايزاك. عايز تلعب بقى في الريسك وحلاوه الريسك اقول لك على ابن بلدي التاني مرموش، واقول لك على اسماعيل صار، وهقول لك على فاردي. واخر لعيب اللي انا برضو مراهن عليه الجوله دي بيتو اللي هيلاعب تاني اضعف فريق في الدوري هو ايبسويتش تاون. وكده اكون خلصت واكون قلت لك وفكرنا مع بعضينا تعمل ايه قبل الاسبوع ال 35 من فانتزي البريمير ليج ما يبتدي. انا بقى كل اللي عايزه منك وهفضل اقوله لك كل فيديو ان كود الليج هيطلع قدامك، خش الليج. انا مش عارف انت ليه ما بتخش الليج. وطبعا ما تنساش انك تعمل اللايك الجميل والسبسكرايب، وطبعا انك تستنى الفيديو الجاي. سلام.